السلام عليكم حبايب قلبي. دخلوا عليا ولادي من بره وطلع في دماغهم عاوزين حواوشي النهارده. قلت لهم النهارده ازاي؟ ده انا ما جهزتش حاجه وما عنديش لحمه. قالوا لي اتصرفي. قلت لهم اتصرف ازاي وانتوا عارفين بقى تحكمات العيال. لقيت كده صدر فرخة حوالي كده 600 جرام، مش عارفة هعمل بيه ايه. رنت الفكرة في دماغي، قلت له تعالى. وربطة بقدونس قاعدة تحت كده في التلاجة برضو، قلت لها تعالي. وفلفلتين وطماطمتين، وقلت كده فل قوي، هنشتغل بقى ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. خدت صدر الفرخة اللي قلنا قبل كده ان هو 600 جرام وفرمته كويس جدا في الكبة، وجبت 4 بصلات كبار برضو وفرمتهم كويس وصفيت منهم المية، وفلفلتين وطماطمتين وفرمتهم وعصرت برضو ميتهم، ومعلقة كبيرة كانت عندي من دهن بقري كان موجود عندي في التلاجة، و4 معالق كبار من البرغر مغسولين ومنقوعين كويس ومتصفيين، وربطة البقدونس اللي كانت تايهة في التلاجة دي وملهاش صاحب غسلناها وصفيناها وخرطناها ناعم قوي وضفناها على الخليط. التوابل بقى بتاعتنا ملح وفلفل وبهارات لحمة وقرفة وأي توابل تانية انت عايزة تضيفيها وبتحبيها ممكن تحطيها على الخليط. هنعجنه بقى كويس زي ما احنا شايفين كده لغاية القوام كله ما يتجانس مع بعضه، وتبقى كلها كده كتلة واحدة بالشكل ده. هندخلها بقى التلاجة ترتاح شوية ونعمل العجين بتاعنا. هنجيب كيلو من الدقيق وعليه معلقة من الخميرة وعليه معلقة من السكر ومعلقة من الملح وربع كوباية زيت، وعليهم بقى هنعجنهم بكوبايتين مية دافية، تكون دافية شوية ما تكونش ساقعة ولا سخنة جامد عشان الخميرة بتاعتها تشتغل بسرعة. وهنعجن بقى العجينة بتاعتنا ونلفها كويس، ولو احتاجنا بعد كده نص كوباية مية ممكن نضيفها في الآخر عشان تلف بيها العجين. ونركن بقى العجينة بتاعتنا على جنب بعد ما نغطيها بفوطة نضيفة عشان بقى تخمر شوية، ونجيب بقى الخلطة بتاعت اللحمة من التلاجة ونقسمها على حسب عدد الأرغفة اللي أنا هعملها. الكيلو الدقيق اللي أنا استخدمته هيطلع لي 6 أرغفة. لو كنتم أول مرة تشوفوني فدي قناتي أنا غدا خطاب، ننزل على طول نعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصل للفيديو لكل المتابعين. نروح بقى نشوف العجينة هنلاقيها خمرت ما شاء الله وملمسها تحفة جدا، هيطلع عجينة في منتهى الجمال. هنزلها على مفرش التقطيع بتاعي وافردها واخليها على شكل اسطواني كده، وبعد كده هقطعها على عدد الأرغفة اللي أنا هستعمله. هقسمها على 6 قطع، وأحاول بقدر الإمكان يكون القطع كلها متساوية أو نفس الحجم، وبعد كده هاخد قطعة قطعة وأكورها كده بإيدي على جوه بحيث إن القطع كلها تكون متساوية لحد ما اخلص كل القطع بتاعتي او ال6 أرغفة اللي انا محضراهم. وبعد كده هغطي بقى الكور بتاعتي او العجين بتاعي لحد ما يرتاح لمدة ربع ساعة، وبعد كده هبدأ اشتغل فيه. بعد ما سبت العجين بتاعي كده يرتاح لمدة ربع ساعة، اخدت بقى كده اول كورة وقلت بسم الله، وبططت بقى كده واحدة واحدة. لو عايزة تبططي بايدك عادي بيتفرد سهل جدا لان العجينة سهلة ولينة وطرية جدا وسهلة التشكيل. لو عايزة تفردي بالنشابة برضو أنا استعملت الطريقتين، بإيدي وبالنشابة، عشان ممكن اللي انت تقدري عليه واللي في إمكانك استعمليه سواء إيديكي أو النشابة. وهناخد بقى كورة من خلطة اللحمة بتاعتي وهنحشيها جواها وهنلف بيها العجين وهنقفله من فوق كويس. هنعمل واحدة كمان وهنفردها كويس جدا، وما نحاولش نرقرق قوي، لا نخليها بسمك كده نص سنتي أو أعلى شوية عشان واحنا بنفردها ما تتهريش مننا واللحمة بتاعتنا تطلع بره العجين. شايفين انا ببطط كويس قوي من على الطروف وبسيب السمك النص يكون اعلى شوية عشان لما بحط اللحمة ما تبقاش من الوسط رقيقة. وبجمع كده العجين كله من فوق وبضغط بقى من فوق كويس قوي علشان اللحمة ما تخرجش بره العجين. والخطوة دي مهمة جدا يا بنات عشان تحافظ على شكل الرغيف بتاعي يبقى مدور وشكله منتظم. خلصت بقى الكمية كلها هغطيها لمدة ربع ساعة برضو ترتاح، وبعد كده بقى في صواني مدهونة نقطة زيت صغيرة، وهفرد بقى الأرغفة بتاعتي بالراحة خالص، وهفرد من النص لبره بحيث ان اللحمة بتاعتي او خلطة اللحمة بتاعتي تتوزع جوه الرغيف كله بالكامل. وهفرده بقى في الصينية كده بحالها زي ما احنا شايفين كده بالراحة خالص عشان اللحمة بتاعتي ما تخرجش بره العجين بتاعي. وهعمل بقى كده ايه نغزات كده في طرف العجين بتاعي عشان ياخد شكل الحواوشي الجاهز بتاع بره. وهعمل كده بالشوكة كده بسيط كده من النص علشان انا مش عايزة الرغيف بتاعي يتنفخ في الفرن. وبعد كده هجيب بيضة وعليها سنة فلفل وهدهن الرغيف بتاعي من على الوش كده كله داير ما يدور. وكنت عاملة خلطة حبة البركة على شوية سمسم ورشيت بيهم الوش كده عشان نزين بيهم وش الرغيف بتاعنا.
والفرن يكون بقى مولع من قبلها حوالي بنص ساعة وعلى درجة حرارة عالية. ندخل الرغيف بتاعنا لمدة نص ساعة وهيطلع معانا بالشكل ده. ما شاء الله طلع تحفة. شايفين الوش منور ازاي وبيلمع من غير لا دهان ولا حطيت له اي حاجة على الوش غير يدوب البيضة وحبة الفلفل وحبة البركة والسمسم. طلع فعلا بيلمع وطري وجوسي وجميل جدا. والولاد أكلوه وما خدوش بالهم إن ده معمول بالفراخ وما كانوش مصدقين جدًا إن الحشوة اللي جوّه دي معمولة بصدر فرخة، لدرجة إن هم فكروني إن أنا طالبة لهم order جاهز من برّه. ما يعرفوش إن الست الشاطرة هي اللي تستخدم المتاح عندها وتطلّع منه إبداعات. وحقيقي الحواوشي الفراخ أقل تكلفة كتير من حواوشي اللحمة. أدينا شايفين اللحمة سعرها وصل ل350 جنيه، وبرضه الفراخ غالية بس مش هتوصل لدرجة الغلو بتاع اللحمة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأتمنى الوصفة تطبقوها لأنها فعلا حقيقي جميلة جدا وناجحة جدا. واللي شاف الوصفة وعجبته ينزل على طول يعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو ده، غير بقى التعليق اللي أنا عايزاه يبقى منور تحت إني بفرح جدا بيه. ونشير الفيديو كل حبايبنا واصحابنا عشان اللي بيدور على الوجبات الاقتصادية وعايز يوفر بيها شوية في ظل الغلا اللي احنا فيه. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال وما تنسونيش من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.